السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم فيديو جديد من فيديوهاتنا، وإن شاء الله النهاردة حابب بقى يعني الواحد بقى يعني يكلم الناس اللي عمالة تألف وتهبد. طبعا الفترة اللي فاتت دي كنا اتكلمنا بما فيه كفاية على الأمراض اللي منتشرة اليومين دول، وقلنا يا جماعة أي مرض هيظهر عندك، إسهالات، حمام بيهز دماغه، حمام بيقلب دماغه، حمام نافخ هوا، الكلام من ده كله قلنا ده فيروسي. تمام كده. وقلنا ان الوقايه من المرض ده، ان انت توقف انتشار المرض، هو روباديار بيطري. تمام كده. تنزل منه 5 ايام وبعد كده يوم خميره، ممكن تكرر كمان 5 ايام وبعد كده يوم خميره، قلنا نازل المصاب. لكن اتفاجئنا ان في ناس سمعت الفيديو، يعني الناس سمعت الفيديو فعلا وخلاص هم مقتنعين ان كلام احمد ابو هاجر. وكل الناس اللي فاهمه في القصه اتكلموا وشافوا ردود الناس في التعليقات ان كلهم الاغلبيه 90% حصل له الكلام ده. ويخش على جروبات تانية او على جروبات بتاعت ناس ويعرض الحالة، يقولوا له استخدم مضاد حيوي. فالراجل بعد ما يكون بيستخدم اللي احنا قايلين عليه، هوب طبعا خايف على حمامه. ماشي، هو خايف على حمامه، يروح جاي ينازل كوليبريم 5 ايام للحمام، الحمام كله يموت. فانا بس عايز انصح نصيحة للناس. يا اخي الحكمة بتقول لك من قال لا اعرف فقد افتى. يعني مش عيب والله انك تقول ما اعرفش. هو ليه الناس عندها اعتقاد ان اي حاجه بتحصل للحمام سالمونيلا؟ مين اداكوا دي؟ مين اداكوا الحق في ده؟ هو مفيش مرض بيجي للحمام غير هو السالمونيلا بس؟ مين ضحك عليك يا حبيبي وقال لك كده؟ يا حبيبي السالمونيلا دي ممكن تجي لك مره في السنه في الحمام، علما بان ان هي اصلا من مكونات جسم الحمام. يعني من مكونات جسم الحمام او اي كائن حي. بكتيريا السالمونيلا موجوده عندك وعندي وعند الحمام وعند عزك الله الكلاب والقطط والبقر والجاموس، موجوده عندهم. لكن بتنشط البكتيريا، بتنشط يعني هي موجوده، مش حاجه مستحدثه على الحمام او حاجه دخيله على الحمام. تمام. فبطل هبد بقى، بطل هبد. ومش كل ما حد ينزل حاله تقول له سالمونيلا انزل كل بريم او انزل بامفلور. انت بتدمر الناس حمامها. ما تقول يا ابني ما اعرفش، هو حرام يا ابني تقول ما اعرفش. هو حد هيقول لك يا حبيبي انت طلعت ما بتعرفش حاجه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. لكن حرام كده يا جماعه ان واحد مثلا يكون متابع معايا على الرسائل وليه داخل لي يقول لي يا ابو هاجر انا الصراحه عارف ان اللي عندي فيروسي، بس دخلت على جروبات حمام لقيت الناس بتقول لي لا ادي كولي بريم وناس بتقول لي ادي بامفلور، فالصراحه انا اديت كولي بريم. اللي بديله مضاد حيوي بيموت. طب ارد اقول له ايه؟ ارد بقى اقول للاخ ده ايه لو سمحتم؟ يعني اللي هو ما سمعش كلامي ده وراح ادى مضاد حيوي، ممنوع نهائي استخدام مضاد